ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كنت النهارده بقى في السوق وجبت شويه مشتريات كده، فحبيت برضه اشارككم الاسعار. تعالوا بقى نبدأ، بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اسعار الخضار غليت قوي فجأة، مش عارفه ليه بصراحه. البطاطس دي انا جايباها ب25، دي بطاطس درجه اولى، الاقل منها ب20، لو اصغر بقى للسليق. الطماطم بعد ما كانت رخصت كان 2 ب25، انا جايباها النهارده الكيلو ب25. جبت برضو الفلفل ده الكيلو منه ب40، الفلفل البلدي بقى الكيلو منه ب20. والخيار برضو جايبه الكيلو ب17، وفي برضو ب15، بس انا حبيت اجيب اللي هو الرفيع ده، بيبقى حلو وطعمه مسكر في الاكل. وجبت برضو البتنجان ده جايبه الكيلو منه ب15. لما باجي اجيب البتنجانه بجيبها بعملها كده، اشوف اذا كانت خفيفه ولا لا. لو خفيفه بتبقى مش مبزره. خدوا بالكم برضو من النقطه دي. البصل برضو بعد ما كنت بجيبه الكيلو ونص ب10 وكيلو وربع ب10، اتفاجئت النهارده ان هو بقى ب20 وب25 وب30. انا جايبه بصل ده درجه تانية، ده ب20، في بقى ب25 وفي ب30. فانا جبت ده، قلت مش مهم، هيقضي الغرض برضو. والقلقاس بقى لقيته نزل في السوق، لقيت الكيلو ب25، فقلت اجيب كيلو كده لان احنا هنا بنحبه برضو. وجبت بقى الليمون ده جايبه الكيلو منه ب10، بيبقى حلو قوي بصراحه. الواحد بيعمل عصير، بيعمل مشروب منه ليمون سخن، بيبقى حلو وبينفع في اي حاجه. فلقيت الكيلو منه رخيص، الحاجه الوحيده اللي لقيتها رخيصه في السوق هي الليمون. جايبه الكيلو ب10، فقلت بقى نعمل ونشرب منه. وجبت بقى الخضره دي جايبه ال7 ربط ب10. هعمل بقى محشي، والباقي هعينه برده في الفريزر عشان لما تغلى يبقى عندي خضره. وجبت الكرنبيه دي اهي، ما شاء الله. جبت الكرنبيه دي كده جايباها برده ب10 جنيه. بس الكرنب الحلو قوي اللي بيبقى الورق بتاعه مغطيه، الكرنبة ب30 جنيه. دي انا جايباها ب10 عشان هي لازم تتعمل النهارده، لو تنتها لبكره هتبوظ. وجبت بقى الملوخية دي جايباها ب5 جنيه، دول كيلو الا ربع ب5. الفراخ برضو لقيت النهارده سعرها غلي فجأة، الكيلو جايباه ب95، الكيلو ب95 بعد ما كانت ب73 عندنا. لقيتها فجأة كده غليت، بس انا بصراحة بقالي 15 يوم ما نزلتش، بس اتفاجئت ان الاسعار غليت قوي كده. هقسمها بقى على حسب عدد افراد اسرتي هنا. جبت كده دول الفرختين دول الكيلو منها ب95 زي ما قلت لكم. وجبت الرنجة دي الكيلو منها ب120، جبت نص بس. هعمل بقى جنبها قليب بطاطس كده ويبقى غدانا النهارده برضو. الفاكهة بقى جبت النهارده، لقيت البرتقال كده طالع برضو في السوق، الكيلو جايباه منه ب10. احنا بنحبه اخضر كده، عندي ولادي هنا بيحبوه برضو اخضر كده وانا برضو، فجايبه الكيلو منه ب10. والجوافة دي برضو جايبة الكيلو منها ب10، بس دي جوافة على فكرة درجة أولى. الجوافة اللي هي بتاع العصير كيلو وربع وكيلو ونص. البطاطا بقى أنا بحب البطاطا قوي، وبعتبرها بصراحة من ضمن الفاكهة، لأن برضو بعملها لهم كده في نص الأسبوع، بعملها لهم صواني طواجن، بشكل لهم فيها كده، بتبقى حلوة قوي برضو. جايبة الكيلو وربع منها ب10. جبت برضو شوية مشتريات كده من كازيون كان عامل عليها عرض. جبت بقى بطرمان الصلصة ده، لان طبعا كلنا عارفين ان الطماطم غالية، فقلت اجيب صلصة برضو تساعد كده جنب الطماطم. جبت جبت البطرمان ده جايباه ب20 جنيه، هو اصلا ب27 وكان نازل عليه خصم 7 جنيه. جبت مرقة الخضروات دي انا بحب احطها على الاكل، انا جبت دي ب15، دي ما كانش عليها عرض. وجبت برضو مكرونة ببساطة، دي النوع ده حلو انا بحبه لان فعلا بيبقى حلو. جبت الكيلو منه جايباه ب29. دي المكرونة اللي كان عليها العرض انا جايباها ب26. السكر ده برضو على فكرة نوع حلو قوي، انا جايبة كيلو السكر من ده ب30، هو ب34 وعليه خصم 4 جنيه برضو. الملح ده ما كانش عليه عرض، بس انا جبته لان انا بستخدمه، ما اقدرش استغنى عنه، لان دكتور هو اللي كان قايل لي عليه ان انا استخدمه، لان فيه فيتامينات ومعادن كتير للجسم زي الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك. الملح ده بصراحة مليان بالفيتامينات والمعادن، انا عارفة ان هو غالي بس انا ما اقدرش استغنى عنه. ده انا جايباه ب50. وجبت كده حاجات من العطارة، التوابل بتاعتي بتبقى عبارة عن كمون وكزبرة وجوز الطيب وورد. وتشكيله كده العطار برضو بيعملها لي، بقول له انا زود لي الورد لان انا بحبه قوي، بحب طعمه قوي في البهارات. ودي برضو توابل كده للشوربه مع جوز الطيب برضو.
وجبت برضو لبن بودرة، ده تمن ب30 جنيه. جبت اللبن البودرة ده التمن ب30. وجبت برضو الكاكاو الخام ده كاكاو خام فاتح، جايباه برضو ده ب20. كده بقى خلصت الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم وقدرت افيدكم لو بمعلومات بسيطة. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.